الله يبارك لمخترع الطريقة دي. لما ورق العنب يعدي عليه سنة ويطلع بالجمال ده يبقى لازم اعرفكم السر. ده ورق العنب اللي خزنته معاكم السنة اللي فاتت بورق الزبدة. هبدأ دلوقتي اطلعه معاكم وهتشوفوا جمال الورق ما شاء الله كأنه لسه طازة. هنحط الورق ده في مية مغلية وهتشوفوا دلوقتي شكل الورق معايا ما شاء الله مفيش احلى من كده. الورق ولا اتكسرت معايا ولا جرالها اي حاجة. ناس كتيرة جدا بتشتكي ان ورق العنب بيتكسر معاها. جربوا الطريقة دي وبجد هتدعوا لي. شايفين الورقة ما شاء الله؟ اعتقد مفيش احلى من كده. اول حاجة انا بجيب الورق زي ما هو كده من غير ما اغسله خالص. بشيل العنقود بتاعه وابدا اجيب ورق الزبده بحط فيه ورق العنب وابدا اطبق عليه بالشكل ده. وبقفله بالسولوتيب او بلاستر او اي حاجه متاحه عندك. وبعد كده بحطه في كيس تلاجة عشان طبعا ما يتكسرش معايا. الطريقه دي عايز اقول لكم ممتازه. اما الطريقه التانية اللي يعتبر متعارف عليها اللي احنا بنلفه بالاسترتش. الاتنين احلى من بعض بس طريقه ورق الزبده بتخلي الورقه تفضل مفروده وكانها لسه طازه. ان شاء الله هتجربوها ومتاكده هتدعوا لي. يا ريت لو عجبكم شيروا الفيديو.